ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض الكريب بطريقه سهله جدا جدا ومكونات بسيطه خالص. انا كتبت لكم المكونات اهي على الشاشه عشان تبقى سهله معاكم. ممكن تحطوا لبن فقط، وممكن تحطوا ميه فقط من غير لبن، وممكن تحطوا ميه ولبن زي ما انا عملت كده اهوت. هنحط كل الحاجات السايله كلها مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. حطينا اللبن وحطينا الزيت والسكر والملح، وقلبناهم كده كويس قوي. وبعد كده هنحط انا قلت الزيت. وهنحط بعد كده الدقيق كوبايه كوبايه لحد لما نحصل على القوام اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. بصوا نعمل القوام كده نحس ان هو ما بيدخلش على بعضه، لا الخط ايه، واقف كده ما بيجيش على بعض، ما بيقفلش على بعض. وبعد كده صفيته، بس الخطوه دي ما جاتش. بعد كده بقى هنسيبه مثلا ايه يريح كده، مثلا ساعه، نص ساعه، ساعتين. كل ما يريح اكتر كل ما يبقى حلو اكتر. هنجيب بقى طاسه تيفال، سيراميك، جرانيت، ما عندكيش ده كله هقولك ازاي تعمليه في حاجه ألمونيا. زي ما انتوا شايفين كده اهو، الطريقه سهله جدا. هنا اهو انا عملت لكم، بصوا عملت لكم في جرانيت، وعملت لكم في ألمونيا. بصوا بقى، يعني تركية مهمة جدا ان انتي ما تحاوليش ان انتي تقلبي الكريب الا لما تلاقي الحرف زي ما انتوا شايفين كده اهوت. الحرف ده طلع كده، مش لسه لازق في الصينية. آه بصوا بقى، هنا جبت لكم، يعني انا جربتها بصراحة قبل ما اعملها كده. انا جربتها لقيتها حلوه جدا. جبت حاجه كده ألمونيا اهي، صينيه، وعصتها زيت، وبدات اعمل فيها الكريب زي ما بعمل في التيفال والسيراميك والحاجات دي. هل هو هيلزق يا امان؟ هنشوف مع بعض هيبقى عامل ازاي. لان في ناس كتير ما عندهاش الطاسه اللي هي بتاعت الكريب دي، او ما عندهاش حاجه سيراميك ولا جرانيت، فبتبقى بتقولك لا انا مش هعمله. لا انا عملت لكم اهو، والطريقه ناجحه جدا. انا يعني انا مش هقلب الكريبايه يا جماعه الا لما الاقي الحروف بتاعتها كلها اجي ارفعها كده تترفع معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو. عايزه اقول لكم والله ولا لزق ولا اي حاجه، بس اهم حاجه ان انت كل مره ما تيجي تعملي قبل ما تحطي العجينه تروحي عيصاها زيت، منديل كده تروحي عيصاه زيت، وتروحي ايه مسحه كده الصينيه بيه او الطاسه. بصوا تحفه ازاي، والله العظيم طعمه تحفه. انا اكلت واحده كده من غير اي حاجه، طعمها خطير. بصوا الجمال، وطري جدا وجميل جدا جدا جدا. اعمل لكم واحده تانية اهوت على الصينيه عشان خاطر تتاكدوا يعني كده. وكذا حد بعت لي احنا ما عندناش الصينيه دي وعايزين نعمله ازاي، فانا عملت لكم اهو يا جماعه على الصينيه الالمونيا. بصوا يعني والله العظيم تحفه 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 تحفه، وطري جدا. بصوا الجمال. انا عملت مثلا 4 كوبايات دقيق، طلعت منهم كبير بصغير، طلعت 15 كريبايه. احنا عندنا بيتباع الكيس فيه 5 وحدات ب35 جنيه، تخيلوا. يعني احنا كده وفرنا كتير جدا. وادي كمان واحده تالتة اهيت. والله العظيم النتيجه يا جماعه تحفه. لو ما عندكيش صينيه تيفال ولا بتاعه الكريب، ما تقفيش، اعملي على اي حاجه ألمونيا. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وان شاء الله الفيديو اللي بعد ده هنزل لكم الحشوه وهنعمل السندوتشات بتاعه الكريب مع بعض. اتمنى 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 تعملوا لي متابعه وتشيروا الفيديو ده على صفحاتكم وتشيروه في كل مكان. اتمنى الصفحه توصل النهارده 10,000.